عمرك ما هتشتكي ان هو يطلع ما يظبطش منك تاني. تعالي نشوف هنعمله ازاي. يلا نقول بسم الله. طريقته هتعجبك وطعمه هيبقى خطير بجد يعني. انا عندي هنا لسان عصفور. بصي مالكيش دعوه بالكميه اللي انا هعملها، انا هقولك المقادير لكل حاجه. يطلع معاكي مظبوط ويطلع معاكي مش معجن ولا اي حاجه من دي، حتى لما بيبرد كمان هيطلع برضو ايه جوسي كده وحلو. انا اول حاجه كده عندي ماده دهنيه يكون كميه كويسه، وهنزل عليها بلسان عصفور، وهحط معلقه من الملح علشان لسان العصفور ياخد كل لون واحد ويتحمر كمان معايا بسرعه. وما تخليش لسان العصفور بتاعك يبقى فاتح، يعني اقرص عليه شويه في التحمير علشان برضو ما يعجنش. انت لما بتسيبيه فاتح من الحاجات اللي بتسبب ان هي بتخليه يعجن. بس كده انا بحمره اهو، كله خد لون واحد معايا، وقرصت عليه في التحمير زي ما قلت لك كان ايه، خد لون ذهبي بس غامق شويه. بس كده وكله لون واحد طبعا، وانا قلت لك ان انت تحطي ملح عشان ياخد لون واحد معاكي. بس كده خلاص خلصت. عندي بقى هنا كوبايتين من صوص الطماطم، هنزل عليهم وهحط معلقه صغيره من السكر، معلقه صغيره ممسوحه. وهسيب لسان عصفور لما يشرب صوص الطماطم ده. لو انت مش عايزه تحطي صوص طماطم بقى ممكن طبعا تزوديه ميه في اللحظه دي. كده هو هيستوي في صوص الطماطم ده نص سوا. انا هسيبه لما يشرب صلصه الطماطم خالص. بصوا اهو خلاص بدأ ان هو يلزق كده شويه عندي. هبتدي اللي انا هضيف هنا ايه بقى. اهو خلاص نشفت الطماطم، خلصت خالص نشفت تماما. عندي بقى هنا بسله وجزر، بيبقى تحفه يا بنات لما بيكون عليه بسله وجزر، تحفه هيعجبك بجد يعني. اللي بياخد من تقليبتين كده. بس طبعا عندي البسله دي كانت في الفريزر مجمده، فانا سبتها لما تفك شويه. بس خلاص. عندي بقى هنا ايه، لكل كوبايه لسان عصفور 3 كوبايات من المرقه، ولازم تكون المرقه سخنه. لكل كوباية لسان عصفور 3 كوبايات من المرقة، ولازم تكون المرقة سخنة. لو انت عايزاه تكون في شوربة كده، شوربة لسان عصفور. لو انت عايزاه يعني تقيل شوية هتقللي المية دي شوية، او المرقة بتاعته دي شوية، هتخليه مثلا ايه كوبايتين. هظبط الملح والفلفل الاسود ومش هحط اي حاجة تانية، واحلى شوربة لسان عصفور هتشربيها. بصي بعد ما استوى اهو لسه في شوربة، ما تقلش ولا حاجة. وعلى فكره انا هوريهولك دلوقتي كمان بعد ما يبرد خالص برضو هيبقى عامل زي كده بعد ما يبرد خالص. هو ده كده بالظبط اللي انا عايزاه. انتي عايزه تزودي الشوربه هتزودي كمان حبه، عايزه تقللي بقى هيبقى كوبايتين لو انتي عايزاه يبقى تقيل شويه. ودي كانت وصفتي النهارده، يا رب تكون عجبتك. اشوفكم وصفه جديده ان شاء الله، بس جربوه وادعولي. سلام.